المستحي من الدين، بعض الأحبة الشباب يستحون أنه يظهرون على أنهم متدينين. ليش يستحي؟ أنه يقول خاف جماعتي مثلا يعيبون علي ذلك، أو مثلا يختلط في مكان عام فيه ناس مثلا علماني، فيه مسيح سنة وهكذا، فيقول أنا شلون أبين شيعي، عيب أنا شيعي كذا، أو أنه أظهر كلمات أهل البيت، أو أستحي أقول قال الصادق وقال الباقر وقال رسول الله صلوات الله عليهم جميعا، فيستحي من هالقضية. عجيب أيها الحبيب، لا تخجل من ذلك، أنت ينبغي أن تكون دائما رافع راسك. لماذا؟ لأنك شيعي بهذا المصطلح بكل فخر واعتزاز نقوله أنا شيعي أتبع علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله الغالب. نعم، أين الخجل في ذلك أيها الأعزاء؟ ولهذا احنا شفنا أنه المؤمن الحقيقي بالعكس يفتخر في ذلك ويذكر في كل مكان. أحد رؤساء الدول العظيمة والكبيرة ومعروف جدا في أذهانكم حاضر المصداق، في أحد المؤتمرات في دولة أخرى والناس حاضرين كلهم، وذكر الإمام الحجة ودعا بالفرج، ما يستحي. احنا بعض زملائنا مثلا من يذكر الإمام سلام الله عليه أمام زملائه حتى يستحي يقول الإمام المهدي ويضع يده على رأسه، يستحي يقول خاف يعيبون عليه. لا لا أبدا أبدا، أبقى مفتخر بشيعيتك أيها العزيز. ولهذا يعني بقى في بعض مهرجاناتنا، بعض دوائرنا الحكومية، أشوف البعض إذا عنده كلمة راد يلقيها مثلا دائرة حكومية، فما يذكر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين، يعني هالمقدمة ما يذكرها، يستحي يقول هذول موظفين ويعني خافوا يعيبون عليه ذلك. عجيب، اذكروا ذلك أيها الأحبة. لازم ما نستحي من شيعيتنا ومن مذهبنا ومن أئمتنا سلام الله عليهم في أي مكان. اجعل لسانك لهجا بذكرهم صلوات الله عليهم، واذكروا الله ذكرا كثيرا. جزاكم الله خيرا.